ازيكم يا اصحابي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هوريكم طريقه تجيبوا بيها ال 4000 ساعه بتوع اليوتيوب في اقل من 30 يوم. ويلا سريعا نشوف الطريقه دي عامله ازاي. في البدايه كده يا اصحابي، ده اسم الموقع اللي احنا هنخش عليه علشان نجيب المشاهدات. طيب بصوا هنا الرصيد الحالي دولار وحاجه. هل هشحن بالدولار؟ لا، تعالوا اوريكم طريقه الشحن. في البدايه هتكون عامله ازاي. هتنزل هنا كده إضافة رصيد، هتخش، هتنزل شوية. هنا كل الطرق موجودة. أنا عن نفسي ومعظم الناس بستخدم محافظ إلكترونية. يعني إيه محفظة؟ يعني الأورنج كاش وفودافون كاش الكلام ده. طيب هنعمل إيه؟ هندخل مثلا هنا مبلغ كده، بالمثال 20 دولار. هيقول لك 997، ده على حسب الدولار النهارده. طيب انا عايز اعمل ده، هدوس دفع كده، هيروح على طول علشان انا مدخل الرقم بتاعي، وهدوس له على الفودافون مثلا كاش قدامها كده. هدوس هنا هيقول لي دخل الرقم بتاعك، هدخل الرقم بتاعي، هيروح لي على طول على الكاش كلمة ادفع. كأني بدفع فاتورة غاز، كأني بدفع فاتورة كهرباء، كأني بدفع أي حاجة وات ايفر. هدوس على طول دفع. لو أنا معايا المبلغ ده على الكاش هيجي على طول. أول لما أدوس هناك في الكاش أوكي، هيروح لي هنا الرصيد. طيب تمام، دي طريقة شحن الرصيد. وعندنا هنا خصومات، زي لو عملت ايداع 100 دولار بونص 2 دولار اضافيه 2%، يعني هتاخد 2 دولار عليهم. طيب تمام جدا. لو عملت 500 هاخد 4 وهكذا. طيب تمام، هل دي بس خصومات؟ لا، هوريكم دلوقتي حاجات تانية كويسة جدا. هنخش هنا على اليوتيوب، علامة اليوتيوب كده زي ما احنا شايفين. تمام، وهننزل كده مشتركين يوتيوب والكلام ده. لا، احنا داخلين علشان يوتيوب ساعات مشاهدة مخصصة للفيديو بطول معين. حلو جدا. هنيجي هنا الخانة اللي تحتها دي، هندوس. انا عايز بس اشوف هنا لكل 1000 هتطلبها 36 دولار، لكل 1000 35 دولار، لكل 1000 41. احنا عايزين مثلا اقل حاجة. طيب خلي بالك ان انت كل ما بتقل في الرقم، يعني هنا مثلا 33 دولار، بس الفيديو مدته لازم تكون من 35 ل 40 دقيقة اللي انت هتجيب عليه مشاهدات. الفيديو مثلا هنا ب 40 دولار، الفيديو مدته 60 دقيقة. طيب الفيديو مدته 60 دقيقة. السرعة مثلا ضمان 30 يوم. الضمان ده يا جماعة ركزوا فيه كويس قوي، لأن الضمان ده حاجة كويسة جدا. ليه كويسة؟ لأن هو بيضمن لك إن الساعات دي تفضل عندك على التشانل، على القناة يعني 30 يوم. فعقبال لما تقدم والقناة تخش مراجعة وتخلص والكلام ده كله، هيكون خلاص. يعني انت اول لما تجيب الساعات اصلا تاني يوم، ايه ده، انت في ساعتها هتقدم. فهتقعد لك مثلا آه، كبرها قوي قوي 14 يوم. فانت كده الضمان ده حاجة كويسة جدا، فاهمين؟ ومعظم الحاجة دي عليها ضمان، يعني كله مكتوب ضمان 30 يوم ضمان. طيب انا شايف ان الاسعار هنا غالية جدا. هنروح مثلا يوتيوب ساعات مغذى، ماشي. هنا ايه؟ تصل، ماشي. يتم طلبها بيساوي 1000 ساعة مشاهدة. بكل 1000 هتطلبها هيجيب لك 1000 ساعة مشاهدة. ماشي. هنا يوتيوب ساعات مشاهدة هام جدا، هذه الخدمة ممكن أن يحصل فيها نقص 100% بعد تفعيل القناة. مش مهم، المهم إنها تتفعل. طيب القناة يرجى قراءة وصف الخدمة قبل الطلب. الضمان 30 يوم. في خانة الرابط ده الرابط القناة، ماشي. إن المحتوى على القناة 5 ل10 فيديوهات بطول 5 دقايق لكل فيديو.
طيب دي تمام جدا جدا جدا، تقريبا هي دي اللي الكل بيدور عليها. طيب 25 لكل 1000 مناسبة جدا، يعني أنا مش هتعب في الفيديوهات خالص. اللي مطلوب يا شباب هنا إن أنا هعمل من 5 ل10 فيديوهات مدتهم من 5 ل10 دقايق. طبعا احنا بنعمل كده عامة، مش محتاجين نعمل فيديو ساعة والكلام ده كله. والأحسن طبعا إن احنا ما نعملش فيديو ساعة، لأن اليوتيوب بقى عارف الموضوع دوت، وإن فيديو واحد بيجي عليه الساعات كلها. لا من فيديو 5 ل10 فيديوهات سوري، فتيجي عليهم الساعات، دي حاجة أحسن وكويسة جدا ومضمونة. الضمان هنا بيقول لك نسبة النقص بعدها ماشي 100%، فيرجى عدم رفع أي تذكرة بخصوص هذه الخدمة بخصوص النقص، ويرجى الطلب على مسؤولياتك الشخصية. الضمان 30 يوم. طيب حلو، يعني ايه هنا عشان برضو ما نخافش؟ بيقولك ان لو حصل نقص بعد ال30 يوم ما ترفعش اي تذكرة ان حصل نقص. يعني ايه تذكرة؟ التذكرة دي ان انا باخد سكرين شوت وبروح اقول له ده حصل نقص في الساعات، حصل نقص في المشاهدات، حصل نقص في السبسكرايب اللي انا كنت جايبه، مثلا لو انا عامل خدمة سبسكرايب والكلام ده، فهو بيعوضها لك بسبسكرايب يا اما بفلوس. يعني فلوسك بترجع لك البرنامج تاني، يا اما بيحولها لك، ودي حصلت معايا في خدمة من الخدمات. طيب هام القناة يجب أن تحتوي على 5 ل10 فيديوهات على الأقل، وكلما زاد عدد الفيديوهات كلما كان أفضل. طب دي حاجة كويسة جدا وحاجة أصلا تطمني أنا. آلية الاستعمال يمكن مثلا طلب كمية كبيرة من هذه الخدمة وتفعيل قناتك، وبعد ذلك أنا إذا حصلت نقص بالساعات حتى وإن كان 100%، فكان قناة ستبقى مفعلة حسب آخر الإحصائيات. دي حاجة كويسة جدا جدا، هو ده اللي انا بتكلم فيه واللي انا لسه قايله من شوية، ان انا اصلا اللي محتاجه التفعيل. طيب مثلا تعالى احنا محتاجين، هو قال ان كل 1000 قدامها 1000، احنا هندخل الكمية هنا رابط الفيديو يعني او رابط التشانل بتاعتك. طيب احنا محتاجين مثلا 4000، يبقى هندخل ال4 سوري ثانية واحدة، دي 4 ولا هنا ولا هنا. طيب هنقول ال1000 مثلا. ال1000 ب$25، يعني 4000 ساعة مشاهدة عاملين $100. طيب ال100 بكام؟ هنعرف دلوقتي حالا في وقت الفيديو دوت ال100 بكام. هندوس إضافة رصيد، هنعمل كده وهنروح نقول له 100 يا باشا. سوري ماشي، ده يديك $2 يعني زيادة، أنا بتكلم إن أنا هشحن محفظة إلكترونية. طيب في وقت الفيديو ب4985، وهيبقى معاك $2 زيادة تعمل بيهم أي خدمات أخرى. هل في خدمات ب$2؟ طبعا في كتير جدا، في حاجات كتيرة جدا ب$2 وأقل من $2. طيب كتير، أنا شايف إن المبلغ 4985 كتير إنك تفعل بيه قناة ولسه في 1000 سبسكرايب. فانا هخليك تعملها ممكن ربع المبلغ ده. ازاي؟ دلوقتي حالا. بص يا صديقي، بس هنتعب شوية. هنعمل ايه؟ هنفتح الكالكوليتر من هنا. هنتعب في ايه يا باشا؟ هقول لحضرتك دلوقتي هتتعب في ايه. الفكرة هنا عندنا نفتح روم تاني، مثلا دخلنا على اليوتيوب، تمام. هنروح كده هنفتح مثلا اي حاجة whatever. هنعتبر ان ده الفيديو بتاع حضرتك، تمام. هتعمل ايه؟ احنا محتاجين ادي 1044
ليه 1044 بنقلل الكواليتي خالص؟ هنحتاج 10 أو 20 شخص من صحابك، والدك، والدتك، أخوك، أختك، كل ده، بس ما يخشوش من على الراوتر اللي حضرتك فاتح من عليه. يعني يفتحوا من على الداتا أو يفتحوا من على راوتر تاني. تمام؟ ليه؟ علشان ما تتحسبش إنك بتجيب مشاهدات. وهيعملوا إيه تاني؟ السرعة أهي، هيمسكوا كده السرعة أقل حاجة 25. يعني ليه ده بيحصل 25؟ هقول لك دلوقتي حالا ليه 25 وليه الكلام ده. حضرتك دلوقتي هتعمل فيديو مدته فين الكالكوليتر ساعة على ال10 أشخاص. الساعة اضربها في 4. تمام؟ انت ما عملتش مثلا ساعة، انت عملت مثلا فيديو مدته ربع ساعة، فربع ساعة وربع ساعة دي كده نص ساعة. طب مش هتعمل فيديو ربع ساعة توتال، انت عملت كام فيديو وصلوا ساعة؟ بالاكزامبل، بالمثال. طيب احنا عايزين نتعب شوية 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 وعايزين نوصلهم مجموعة الفيديوهات دي 10 ساعات، هيجيب معاك مشاهدات كويسة جدا، وممكن كام فيديو فيهم يفايرن يضرب. سيبك من مجموع الساعات دي، مجموع الساعات اللي احنا عايزينها ال10 دول. لو ال10 أشخاص شافوا ال10 ساعات عاديين هيبقى 10 ساعات. طيب لو ضربتهم في 4 اللي احنا عملناه دلوقتي حالا ده، بقوا كام؟ بقوا 400 ساعة. ازاي؟ لو ال10 أشخاص اللي احنا اتكلمنا عليهم نقصوا الفيديوهات اللي هم ال10 ساعات، هيبقى 400. ده ال10 أشخاص، ده لو انت عامل 10 ساعات. طب لو انت عملت فيديوهات توصل ل100 ساعة وال10 أشخاص شافوها، هنضربها في 10 أشخاص. تمام؟ ده لو 100 ساعة 10 أشخاص شافوهم عادي. طيب ده العادي. لو ضربتها ال100 دول في سوري، احنا مش 4 بقى، 100 في، هنحسبها ازاي؟ نقول مثلا 400 ب4000. ليه قلنا 400؟ لأن حضرتك دلوقتي ال10 أشخاص اللي دخلوا، تمام، شافوا ال100 ساعة فعملوا كده. على قد ما هتتعب على قد ما هتاخد ساعات. فهمت حاجة؟ فاهمين معايا؟ ماشيين معايا تمام؟ يعني أنا مثلا عملت فيديو 2 3 4 جمعتهم بقوا ساعة. لو عملت فيديو ربع ساعة في 4 فيديوهات بقوا ساعة. لو 10 أشخاص دول عملوا اللي أنا قلت لك عليه ده دلوقتي وشافوهم، مش هيبقى ساعة، هيبقى 40 ساعة. شفت راحت فين؟ مش 4 ساعات كمان، لا، ده الشخص هيجيب لك 4 ساعات، مش هيشوفه يبقى ساعة الفيديوهات دي. ده الشخص هيجيب لك 4 ساعات، فال10 هيجيبوا لك 40 ساعة. طب لو عملت 10 ساعات بقوا 400 ساعة من الأشخاص دي. على الأقل ما هتقدر هتنقص من الكمية اللي أنت عايزها دي. يعني مثلا هنا ممكن تقول 60، بقيت محتاج 60 دولار عشان تجيب ساعات أقل، بقيت هتدفع المبلغ ده. بقيت محتاج 40 دولار عشان فاهمني؟ مش هتاخد وقت خالص. طول ما انت بتنزل، ممكن انزل فيديو كل يوم نص ساعة ربع ساعة، مش فيديو واحد، نزل فيديوهين عشان يبقى فيه برضو جمهور يشوفوا، ويبقى ضمان ليك انت. فاهمني؟ يبقى ضمان ليك، لان اليوتيوب لو شاف ان ده، طب وهل هيحتسب؟ هيحتسب، صدقني هيحتسب، لان في ناس كتير عملت كده وانا عملت كده ومشيت، لان دي مشاهدات مش مخالفة. وانت هتكمل من هنا. يعني
يا سلام لو عرفت تخلي ال10 اشخاص دول يعدوا ال2100 ساعة، خليت الاكترية ساعات مثبتة تمام، والاقل الساعات اللي انت هتجيبها من بره. على طول بعد ما تجيب الساعات دي مش هتاخد معاك 24 ساعة عشان تيجي. بعد ال 24 ساعة دول يا باشا قدم طلب على طول هتلاقيه اتقبل. بس ما تروحش تعمل لي محتوى ما يتقبلش، لا دي كده قصة تانية خالص. محتوى مقبول ان انت عايز تبدأ محتوى ليك انت، بس يكون فيه سرعة. السرعة دي فين؟ اهي. ده لو انت عايز حاجة بسرعة. مش عايز حاجة بسرعة، تاتا تاتا شهر في التاني في التالت جمع الساعات دي، هتلاقي فيه مشاهدات، ومع المشاهدات دي كمل بالطريقة اللي انا بقولك عليها. خلي ال10 اشخاص دول بدل ما هم 10 يبقوا 7 يبقوا 5. دول تقدر عليهم. ما انت ما عندكش 2 3 4 اصحابك ووالدك ووالدتك، خلاص الموضوع عدى. اشحن لهم انت رصيد وافتح الداتا واعمل كده يا باشا، وارمي الموقع على اي موقع تاني غير مكان بيتك. بيقفشوا ده ممكن بيقفشوا ده عادي، فاهمني؟ بس VPN وارمي الموقع. مثلا انت في مصر الجديدة ارميه في مدينة نصر، انت في مدينة نصر ارميه مش عارف فين، انت فين ارميه فين، انت فين ارميه فين، واتفرج. هيكتشف ان هو VP؟ لا. ليه؟ لان المشاهدة تمام علنية عادي، حتى لو اتفرجت من وانت في البيت عادي. شخص من وسط 10 دخلوا على الفيديو عمل ده، محتسب. يعني مفيش 10 اشخاص هيخشوا لك على الفيديو ويشوفوه، لا في. مفيش 15 شخص هيخش لك على الفيديو ويشوف، لا في. في فيديوهات عندك هتجيب 100 وهتجيب 1000، بقى شخص 2 10 من ال1000. 10 اشخاص عملوا كده من وسط 1000 شخص، ومش وما عملوش حاجة خطأ. ما عملوش خطأ عشان ما تبقاش الرسالة واصلة لك ان دي حاجة خطأ، لا دي حاجة سليمة. هو الفيديو جاب ساعات قد كده، ودول اشخاص حقيقيين بجيميل حقيقي، مش لسه معمول زي الويبات دي. الويبات دي ايه مصلحتها؟ دول مشتريين اللينكات دي من حاجات من شركات اجنبية علشان يحطوها عندهم، والكلام ده اصلا اقل من ال45% من اللي هو حاططها. يعني لو حاطط لك ال4000 ساعة ب$100، هو واخدها ب45، $35. بس هو عشان مشتري اللينك وحطه وعامل ويب سايت ومكلفه وعامل له شكل ومنظم لك الحاجة وقلبها لك عربي وبتاع، بس هي اقل من كده بكتير. فين المواقع الاصلية دي؟ نعرف نوصل لها، بس عشان نوصل لها لازم بنعمل شوية VPNات شوية حاجات مش عارف ايه والكلام ده كله عشان نقدر ان احنا نوصل لها. فانا مش عايز ادخلك في الحوار ده كله عشان ما تحسش ان هو صعب، فانا جبت لك الموقع الاساسي نفسه. عايز الموقع التاني اجيبه لك واوريكم واخدينه نفس اللينك ونفس الشروح ونفس، يعني لو دخلت شفت هم حاطين ان في نقص ومش عارف ايه هتلاقي برضو ان التاني مكتوب عليه كده. ده اللي عرفني ان هم واخدين نفس اللينك من هناك، واخدينه كوبي بيست بس معليين السعر شويه. هنتكلم طبعا في الكلام ده كله، بس اللي احنا يخصنا هنا دلوقتي ال4000 ساعه. طيب احنا نسينا ال1000 مشترك. ال1000 مشترك فين؟ هيجي لك شويه مشتركين بس عشان تنجز نفسك. مشتركين اليوتيوب اهم يا باشا، مشتركين اليوتيوب. اوكي، لكل 1000 الرقم ده $35، $25. مثلا اقل خدمة هتلاقيها بكام؟ 25 برضو $24، 32، 25. ده بساعة يجولك بس وقت البدء في ساعة، بس السرعة تصل إلى 25 باليوم. يعني في 10 أيام نكون خلص لك ال1000.
هي حاجة احسن من ان هي تيجي بام مرة واحدة كده. وعلى حسب برضه في من 250 الى 1000 باليوم، بس هتلاقيها اغلى لو انت مش عايز تستنى. احنا لا عايزين الارخص، لان احنا كده كده هنشتغل صح وهنشتغل سليم، ومش عايزين حاجة تكون مش سليمة. انا كل اللي بكلمك فيه ده برضو سليم، بس انا بشرح لك على البرنامج هنا، وهجيب لك حاجة ارخص من ده كمان بكتير. هنا من 150 ل 250 وب25.5 اهو برضو دولار. تمام. انا عايز اشوف اقل سعر وبيقول ايه. طب ليه 53؟ لان انا من 500 ل1000 باليوم، والضمان 30 يوم، والضمان كويس جدا. بس انا مدفعش 2500 جنيه واكتر، 2700 2800 في الكلام ده. لا مش 1000 مشترك اللي انا ادفع فيهم. انا هخليك تجيبهم ب5 دولار ال1000 مشترك دول، واقل من كده. مشتركين يوتيوب تعمل على القنوات الفارغة. طب تعالى نشوف. بالضمان حلو، ب30، ب27. ده لو قناتك فاضية، لا احنا قناتنا فيها مشتركين. طب كده اقل حاجة لقيناها 25. طب احنا قلنا ال25 بكام؟ الهدايا طبعا بيجيلك هدايا وأعرفك الكلام دوت. احنا قلنا ال25 بكام في وقت الفيديو دوت دلوقتي. اهو بسرعة 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 بسرعة. 25 مش كاتبينها. اوكي. 20 هنقول ب1500. 25 1400 1500 جنيه. لا يعني انا مجيبش ب1500 جنيه 1000 مشترك، لا. كبرهم اوي يوم ما يقول يلا على في برامج تانية اوريها لكم ويب سايت سوري تاني اوريها لكم دلوقتي. 300. ده يوم ما يقول ان انا عشان هيجوا في يوم او يومين، لكن لو اجيبهم في 10 ايام ممكن اقول لحضرتك 150 جنيه. انا شفت ده واتعاملت على ده، وجايب مشتركين كتير لاصحابي. لا غالي جدا جدا جدا، مش عشان ضمان يعني. لا انا عندي ادفع 150 احسن، يعني اكمل ساعتي واظبط دنيتي وادفع 150. وانا بجيب الساعات، اجيب المشتركين اقعد 10 ايام. غالي. تمام. لو انت عايز براحتك، لو عايز من على نفس البرنامج ده، بس انا شايف ان هم غاليين الصراحة. طيب وفي حاجات كتير قوي هنبقى نتكلم عليها بعدين، بس المهم دلوقتي انك عرفت تعمل ايه وتمشي ازاي. وبكده نكون خلصنا الفيديو. لو عايزين اي فيديوهات جديده ما تنسوش تقولوا لنا في الكومنت، واقول لكم سلام.